النهارده مش هنتكلم عن باور بانك عادي، هنتكلم عن باور بانك ليك وللزمن. باور بانك بقوه 10000 ملي امبير من شركه جوي روم، اصلي 100%، والباور بتاعه 3.1 امبير، وفي 3 مخارج، يعني ممكن تشحن 3 موبايلات في نفس الوقت. ومن الجنب هنلاقي العلامه المائيه بتاعته، وده اللي بياكد ان المنتج اصلي. وتعالى نراجع مواصفات الباور بانك من ظهر العلبه، وباختصار شديد اهم النقط اللي انت محتاج تعرفها هقولها لك دلوقتي. الباور بانك وزنه 246 جرام، يعني ربع كيلو تقريبا، ومصنوع من البلاستيك المقوى ضد الكسر، وبيشحن بقوه 5 فولت 3.1 امبير. واهم نقطه ليك واللي الناس سالتني عليه كتير جدا، ان الباور بانك فيه مخرج تايب سي، وده اللي هتقدر تشحن بيه موبايلك ايا كان هو. زي ما انتوا عارفين كابلات الايفون دلوقتي بقت بمخرج تايب سي، فلو كابل موبايلك المدخل بتاعه تايب سي او يو اس بي هتقدر تشحن موبايلك. ويلا بينا نفتح العلبه ونشوف محتويات العلبه مع بعض. ما تنساش لو انت اول مره تشوفني تابعني واعمل لي لايك على الفيديو وقولي رايك في الكومنتات. اول ما هنفتح العلبه بتاعتنا مع بعض هنلاقي كابل الشحن اللي بيجي مع الباور دي، وده مدخله تايب سي، ولو عايز تشحن الباور بانك بكابل ميكرو عادي برضه ينفع. وتاني حاجه بنلاقيها وهو الكتالوج بتاع الباور بانك. ويلا بينا بقى نفتح الباور بانك بتاعنا ونشوف شكله عامل ازاي. انا مش مصدق ان شركه جوي روم عملت باور بانك بالشياكه والحلاوه دي. بيجي باللون الاسود وفيه شاشه ديجيتال بتظهر لك نسبه الشحن، ومن الجناب فيه زرار الباور بتاعه، ومن الجنب التاني في جمله عجبتني جدا مكتوب فيها ميك تشويس بي سيمبل، ومن فوق في المداخل والمخارج بتاعته 2 يو اس بي، واحد تايب سي وواحد ميكرو. ولو تاخد بالك التايب سي مكتوب عليه ان او اوت، يعني تشحن بيه الباور بانك او تشحن بيه موبايل. وهي دي شكل الشاشه وهي جايبه الارقام، شكلها سيمبل وجميله جدا. وهو ده كان المنتج بتاعنا النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتقول لي رايك في الكومنتات، ولو محتاج اي تفاصيل كلمنا على برنامج الصور.